الفيلم بيبتدي بولد جميل اسمه أندي، وبنلاقيه بيلعب بألعابه اللي بيحبهم وبيهتم بيهم، وخصوصا لعبة اسمها وودي. وبيفضل يلعب بيها لحد ما بيسمع صوت مامته وهي بتنده عليه عشان يجي يساعدها في تحضير حفلة عيد ميلاده. فبيروح لها أندي وبيسيب وودي، وبعد ما بيمشي بنلاقي وودي بيتحرك وبيتكلم هو وكل الألعاب، وبنفهم إن اللعب بتمثل علينا إنها مجرد ألعاب، ومش فاهمة ليه مع إنها حاجة تبسط أكتر. وبيعمل وودي اجتماع مع كل الألعاب، وبيقول لهم يخلوا بالهم من بعض عشان لما ييجوا ينقلوا للبيت الجديد محدش فيهم يضيع. وبيعرفهم كمان إن النهاردة عيد ميلاد أندي، فاللاعب بتقلق لحسن تيجي هدية لأندي شبه لعبة فيهم فيلعب باللعبة الجديدة ويسيب اللعبة القديمة. فساعتها وودي بيفضل يهديهم وبيقول لهم إن أندي هيفضل يلعب بيهم مهما حصل. وبعدين بيسمعوا صوت أصحاب أندي وبيشوفوهم وهم معاهم هدايا، فخوفهم بيزيد. فوودي بيبعت لعبة على شكل عسكري عشان يراقب الهدايا وهي بتتفتح. فبيروح هو وزمايله وبياخدوا معاهم لاسلكي وبيستخبوا في مكان عشان محدش يشوفهم، وبيعرفهم العسكري إن الهدايا مفيهاش ولا لعبة. فاللاعب بتطمن وبتفرح، بس العسكري بيشوف هدية مامة أندي وبيبلغهم إن لسه فيه هدية. فبترجع اللاعب تتوتر تاني، وخصوصا الديناصور اللي من كتر قلقه بيوقع اللاسلكي، فمش بيعرفوا الهدية جواها ايه. وبيسمعوا صوت أندي وصحابه جايين، فبترجع كل لعبة مكانها وبيدخل أندي وصحابه الأوضة وهم مبسوطين جدا. فبيرمي أندي وودي من على السرير وبيحط مكانه لعبة، وبيخرج تاني أندي وصحابه من الأوضة. فبيقوم وودي المسكين من على الأرض وبيشوف لعبة رائد فضاء، ومن شكلها كده بيحس إنها هتبقى لعبة أندي المفضلة، وبيلاقيه بيتصرف كأنه رائد فضاء بجد. وبيشوفه وهو بيكلم الوكالة بتاعته وبيبلغهم إن الكرتونة قصدي السفينة بتاعته اتعطلت في كوكب مجهول. فوودي بيروح له وبيرحب بيه وبيعرفه إن دي أوضة أندي، لكن رائد الفضاء بيضربه بالليزر، فبيحس إن وودي لعبة طيبة. فبيعرفه بنفسه وبيقوله إن اسمه باز يطير، وبيعرفه إنه في مهمة رسمية. فوودي ما بيفهمش منه حاجة، وبتيجي كل الألعاب وبتتعرف عليه وبينبهروا بالأزرار الكتير اللي موجودة عند باز، وإن كل زرار فيهم بيعمل حاجة. وبيتريقوا على وودي عشان ما عندوش الإمكانيات دي. وبيعرف وودي باز إن هو لعبة أندي المفضلة، فبيقول له باز إن هو مش لعبة وإنه رائد فضاء حقيقي، وبيوريله الأجنحة بتاعته وبيقول له كمان إنه يقدر يطير. فبيتحدى وودي إنه يعرف يطير، فبيقف باز على السرير وبيطير من على السرير وهو بيقول إلى اللانهائية وما بعدها. فبيتزحلق وبيتعلق في اللعبة اللي في السقف وبعدين بيرجع للسرير تاني. فبيقول لوودي إن ده مش طيران وإن اسمه الوقوع بشياكة. بس باز مش بيهتم بكلامه، وكل الألعاب التانية بتفرح بباز وبتبقى مهتمة بيه جدا. ووودي بيقول لنفسه إنه لعبة أندي المفضلة، وإنه عمره ما هيستغنى عنه عشان لعبة رائد فضاء عادية عندها زراير وأجنحة تحفة. فبتعدي الأيام وبيحصل اللي وودي كان خايف منه، وبيشوف أندي وهو بيلعب بباز أكتر، وكمان بيعلق صوره في كل مكان في الأوضة. فبيتغاظ منه وودي وبيروح يتخانق معاه عشان أخد مكانه، وبالغلط بيدوس وودي على زرار بيفتح بيها الخوذة بتاعت باز. فباز بيبقى فاكر إنه هيموت، بس بيلاقي إن الهواء اللي حواليه مش ملوث ولا حاجة زي ما كان فاكر. وفجأة بيسمعوا صوت غريب، فلما بيبصوا من الشباك وبيشوفوا الولد جارهم اللي اسمه ساد وهو بيعذب اللعب بتاعته. وبيقول وودي الباز إن أحسن حاجة إنهم هيعزلوا من البيت ده بعد يومين. وبعدين بتيجي مامة أندي فبتلاقيه بيلعب بباز وودي، فبتقوله إنه يجهز نفسه عشان رايحين ياكلوا في مطعم بيتزا ومسموح له إنه ياخد لعبة واحدة بس معاه. وبتيجي فكرة لوودي إنه يتخلص من باز عشان يروح هو مع أندي، فبيستغل فرصة إن باز بيساعد لعبة من الألعاب وبيحاول يوقعه ورا المكتب. بس للأسف الخطة بتفشل، فاللعبة بتخبط في اللوحة واللوحة بتخبط في الكورة والكورة بتخبط في الأباجورة والأباجورة بتقوله طير انت. فكل الألعاب بتلوم وودي على اللي عمله، فبيقول لهم إنه ما كانش يقصد، بس محدش كان بيصدقه لأنهم عارفين إن وودي كان متغاظ من باز لأنه بقى لعبة أندي المفضلة. وبتتصاية بتقوله يعني لو كان أندي خلاني أنا اللعبة المفضلة بتاعته كنت برضك هتفكر إنك تنتقم مني. وفي الوقت ده أندي بيجي وبيدور على باز بس مش بيلاقيه، فبياخد وودي بداله وبيروح عشان يركب العربية. فباز بيشوفهم وبيلحق العربية، ولما بيوصلوا لمحطة البنزين أندي بينزل من على العربية وباز بيظهر لوودي اللي فرح جدا لما لقاه عايش وبيعتذر له، لكن باز بيتخانق معاه والاتنين بيقعوا بره العربية. وفي اللحظة دي أندي ومامته ركبوا العربية ومشيوا،
فوودي بيتضايق جدا عشان ضاع من أندي، وبتيجي عربية كبيرة وبيستخبوا تحتها لحسن حد يشوفهم. فوودي بيتعصب على باز لأنه كان السبب في إنهم يخرجوا من العربية، فبيرد عليه باز بيقوله كلام زي إن في خطر وإنه هينقذ مش عارف مين. فوودي بيقوله يا ابني أنت مجرد لعبة. فباز ما بيهتمش بكلام وودي وبيسيبه ويمشي. فبيبص وودي بيلاقي عربية قدامه رايحة لنفس محل البيتزا اللي أندي فيه، فبيروح لباز ويضحك عليه ويقوله إنه لقى سفينة فضاء هتوصلهم لوكالة الفضاء، فبيقتنع بكلامه وبيروح معاه وبيوصلوا لمحل البيتزا وبيقدروا يدخلوا المكان وهم مستخبيين في علب أكل. وجوه المحل بينبهر باز جدا لأنه بيبقى فاكر نفسه إنه في محطة فضاء، لكن وودي كان بيدور على أندي فبيلاقيه ولسه هيروح له. باز بيسيب وبيروح يركب في صاروخ بتاع الألعاب، فبيقرر وودي إنه يروح وراه عشان لو رجع من غيره اللعب مش هترحمه. فبيروح له وبيحاول يقنعه إنه لازم يخرج بسرعة قبل ما يجي حد وياخده بالخطاف. وفعلا بيجي الولد جارهم اللي بيأذي الألعاب وبياخد باز، وودي بيمسك فيه عشان ما يسيبهوش وبيفرح بيهم قوي وبيحطهم في الشنطة وبيروح على البيت. ولما سيد بيرجع البيت بياخد لعبة أخته وبيقول لها إنها محتاجة عملية صغيرة، وبيمثل إن هو دكتور وبيركب لها دماغ ديناصور وبيديها لأخته، فبتخاف وبتجري. ولما وودي وباز شافوا اللي حصل بيخافوا وبيروح وودي عشان يفتح الباب بس ما بيعرفش، فبيبص وراه بيلاقي لعبة شكلها غريب بتاخد راس العروسة، فبيفهم إنها هتاكلها فبيخاف منها ومن كل الألعاب اللي شكلها مرعب. وفي الوقت ده كان رجع أندي خلاص البيت، نلاقيه زعلان لأنه لسه مش لاقي لا باز ولا وودي، فمامته بتقوله إنك هتلاقيه في مكان ما سبته. وتاني يوم الصبح بيستغل وودي وباز إن باب الأوضة مفتوح فبيحاولوا يهربوا، لكنهم بيشوفوا الكلب نايم على السلم فبيرجعوا تاني الأوضة بشويش، بس وودي بيطلع منه صوت فبيسمعوا الكلب فبيجروا بسرعة على الأوضة. ولما الكلب بيمشي بيشوف باز إعلان في التلفزيون عن لعبة شبهه وإنها مش بتطير، وبيفهم ساعتها إنه لعبة زي ما قاله وودي فبيحزن وبيروح يقف على السلم عشان يثبت لنفسه إنه يعرف يطير، بس بيقع وإيده بتتكسر وبتيجي أخت سيد تاخده وبتلعب بيه. وبعد كده بيخرج وودي من المكان اللي كان مستخبي فيه عشان يدور على باز، وبيلاقي إن أخت سيد بتلعب بيه مع العرايس بتاعتها. ولما البنت بتمشي بيروح لوودي عشان يرجعوا سوا لبيت أندي، بس باز بيكون حزين جدا وبيقوله إنه عارف إنه لعبة مش رائد فضاء وكمان مش بيطير. وبياخدوا وودي غصب عنه على الأوضة وبيفتح الشباك وبينده على أصحابه فبيشوفوه وبيرملهم وودي سلك عشان يمسكوه وهو يمسك من الطرف التاني، وساعتها يسحبوه ويروح لهم، بس هما بيكونوا زعلانين منه بسبب اللي عمله في باز، فبيطمنهم وودي عليه ويقول لهم إن هو معاه. وبينده وودي على باز عشان يوري نفسه لأصحابه فيصدقوه، بس باز بيكون زعلان جدا ومكتئب ومش عايز يقوم من مكانه، فبيضطر وودي ساعتها إنه يمسك إيده المكسورة كدليل على إن باز معاه. فبيشوفوا إيد باز المكسورة وبيفتكروا إنه وودي مجرم ومش بيرضوا يساعدوه، فبيزعل وودي وبيتفاجئ إن اللعب ملمومة حوالين باز وبيفتكروا إنهم هياكلوه، فبيروح عشان ينقذه فبياخدوا منه دراع باز وبيصلحوه، وبيعرف إن الألعاب دي مش شريرة وإنها مش بتاكل الألعاب وإنهم كانوا بيساعدوا باز زي ما ساعدوا العروسة. وفجأة بيسمعوا صوت سيد فبيستخبوا كلهم، وودي بيحاول يزق باز عشان يستخبى بسرعة، بس باز بيبقى مش عايز يستخبى زيهم. وودي بعد ما حاول معاه راح واستخبى جوه السلة، وبيجي سيد ومعاه صاروخ الاحتفالات وبيلاقيه بيدور على وودي عشان يربطه في الصاروخ فمش بيلاقيه، فبياخد باز مكانه وبيحط صندوق على السلة اللي وودي مستخبي فيها وبيربط باز بالصاروخ وبيروح عشان يولع الصاروخ، فبيلاقي الدنيا بتمطر فبيقرر انه يفرقع الصاروخ بكرة وبيظبط المنبه على كده. وبعد ما بينام وودي بيحاول يخرج بس مش بيعرف، فبيطلب من باز انه يساعده، لكن باز بيبقى زعلان ومكتئب برضه وبيقوله انه مجرد لعبة وما يقدرش انه يساعد حد. فبيقول له وودي ان هو يكون لعبة مسؤولة عن اسعاد طفل احسن بكتير ما يكون رائد فضاء، وبيقول له كمان ان اندي بيحبه اكتر منه لان عنده اجنحة وليزر، وبيطلب منه يسيبه ويهرب ويروح لاندي قبل ما اندي ينتقل للبيت الجديد. فبيستجدع باز وبيروح يزق الصندوق وبيخرج وودي من السلة، بس المنبه بيرن فبيصحى سيد من النوم وبياخد باز عشان يفرقع الصاروخ ويتفرج على باز يا حبيبي وهو طاير كده وبيتفجر. فوودي بيحاول يخرج عشان ينقذ صاحبه فبيشوف الكلب فبيقفل الباب بسرعة، فبيروح ينادي على كل الألعاب عشان يساعدوه. وبنروح لأندي بنلاقيه زعلان لأنه لسه مش لاقي لا باز ولا وودي عشان ياخدهم معاه للبيت الجديد. وبنرجع لوودي اللي بيكون مجمع الألعاب وبيقول لهم على خطة يخرجوا بيها من الأوضة،
وفي نفس الوقت يهربوا من الكلب. انا مش عارفه اطلع لنا منين، مش كفايه صاحبه؟ فبيخلي لعبه البطه تدوس على الجرس، فاختي سيد تفتح الباب، وفي نفس الوقت ده يخرج وودي الضفدعه عشان يجري وراها الكلب، ويخرج وودي وباقي الالعاب من الباب التاني وبيروحوا عشان يساعدوا باز. لكن الرخم بيشوفه وبياخده عشان يشويه، وبيلاقي سيد ان كل الالعاب بتتحرك ناحيته. فساعتها وودي بيتكلم وبيقوله العب عدل، فبيخاف ويطلع يجري، وبيجري وودي وباز عشان يلحقوا أندي بسرعة قبل ما يعزل. فمش بيلحقوا العربية اللي فيها أندي، بس بيقدروا يوصلوا لعربية العفش. فبيشوفهم الكلب فبيجروا وراهم وبيمسك رجل وودي، فباز بينقذه وبيفتح وودي باب العربية وبيفتح صندوق الألعاب وبيخرج كل الألعاب منها، وبياخد لعبة العربية وبيرميها عشان يساعد باز. فبتتعصب باقي الألعاب لأنهم بيفتكروا إن وودي عايز يخلص منه زي ما خلص من باز، لكن وودي بيحاول يفهمهم إنه بيعمل كده عشان ينقذ باز، بس مش بيصدقوه وبيرموه من العربية. وبيركب وودي العربية مع باز، وبيعرفوا إن وودي ما كانش بيضحك عليهم، وبيحاولوا يساعدوهم لكن العربية بتفصل شحن. وبيستغل وودي الصاروخ والكبريت اللي معاه وبيحاول يولع الصاروخ، بس بتعدي عربية من جنبهم رخمة بتطفي الكبريت. فبيزعل وودي جدا لأنه خلاص عمره ما يروح لأندي وصحابه، بس بتجيله فكرة إنه يولع الصاروخ عن طريق أشعة الشمس. وفعلا الفكرة بتنجح وبيطيروا بسرعة جدا، وبيرمي العربية الصغيرة جوه عربية العفش، وبيفضل الصاروخ يطير بسرعة في السماء. وساعتها بيفرد باز جناحاته فبيقدر يتخلص من الصاروخ. فبيفرح وودي إنه لسه عايش وإن باز بيطير، فبيقول له باز إن ده مش طيران، ده اسمه الوقوع بالشيكة. وبيدخلوا هما الاتنين جوه عربية أندي، وأندي بيفرح لما بيلاقيهم. وبتعدي سنة وبيكون الألعاب فرحانة بعيد ميلاد أندي، بس المرة دي العسكري بيبلغهم إن الهدية في كلب، فبيتصدموا كلهم. وبس كده، وياريت بقى لايكات كتير واشتراكات بالهبل. باي باي.